النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مقاتلات سلاح الجو السعودي. هنتكلم فيها من أبطل المقاتلات، وهنتكلم فيها برضو عن المقاتلات اللي بتمثل عمود الفقر للقوات الجوية السعودية، وهنتكلم برضو عن الأقل منيها. يلا نبدأ. في المركز الثالث بانافا تورنيدو. السعودية بتمتلك منها حوالي 80 طيارة، وبتستخدمها في هجوم أرضي ثقيل وقصف تكتيكي واختراق دفاعات العدو على ارتفاع منخفض. في المركز الثاني يورو فايتر تايفون. السعودية بتمتلك منيها 72 طيارة، وبتستخدمها في تفوق جوي ومتقدم واعتراض سريع وضربات جو أرض عالية الدقة ومواجهة التهديدات بعيدة المدى. في المركز الأول F-15. السعودية بتمتلك منيها 214 وحدة، وبتستخدمها في تفوق جوي كامل واشتباك جو هجوم أرض دقيق وحماية المجال الجوي السعودي، وبتعتبر القوة الأساسية في سلاح الجو السعودي.